شام الدهبي بنت الفنانة أصالة نصري محتارة. في كل ظهور لشام الدهبي بيظهر مجموعة من المنتقدين، مرة على كلامها باللهجة المصرية ومرة على كلامها باللهجة السورية، حتى وهي بتتكلم إنجليزي وسط الكلام العربي. المهم اللي جوايا هو اللي بيوصل لكم بغض النظر عن اللغة اللي أنا بستخدمها سواء عربي سوري. وفي آخر ظهور لشام ما سلمتش برضه من المنتقدين لما كانت لابسة لبس كله إكسسوارات فرعوني ولبس كله فرعوني مصري 100%، وده في احتفالها برجوع عيادتها مرة تانية بعد ما اتقفلت على يد الحكومة. وقالوا هي لابسة فرعوني ليه كده؟ هو انتي مصرية؟ مع انه عادي يعني كتير بيلبسوا لبس فرعوني. وردت شام وقالت انا بحب قوي اللوك الفرعوني قوي لاني انا بعشق الفراعنه. وعشان شام رقيقة وذوق وهادية وبنت ناس بترد بمنتهى اللطف على كل مرة في انتقاد بيتقال لها، وبتقول بمنتهى الأدب السبب، وبتحاول تفهم كل المنتقدين. على فكرة فيني احكي سوري وبقدر اتكلم مصري، الاتنين زي بعض، بس الاسهل لي واللي بيجي لي تلقائيا هو المصري. ثانوية عامة كملتها في مصر، دخلت جامعة في مصر، عملت ماجستير في مصر، بشتغل في مصر، بكمل دكتوراه بتاعي في جامعة في مصر، اتجوزت مصري. عايز اقول لشام تتكلمي مصري تتكلمي سوري، احنا كده كده بنحبك وبنقولك سواء اتكلمتي مصري او اتكلمتي سوري لبستي فرعوني، انت جميلة وحلوة في كل الحالات، استمري في نجاحك وما يهمكيش. انت تحب الفنان يتكلم بلهجة بلده على طول ولا يتكلم بلهجة البلد اللي هو عايش فيها؟